جوارديولا لا يريد مواجهته اتلتيكو مدريد. لأنه اتلتيكو مدريد لا يريد مواجهة برشلونة؟ سيتي. لاحظ لماذا؟ لأنه اتلتيكو مدريد سيلعب له الكونتر اتاك ودفاع 10 لاعبين خلف الكرة، سيجد مشاكل سيتي والكونتر اتاك، وسيضرب سيتي بالكونتر اتاك كما صنع مورينيو مع توتنهام وكما صنع مع ليفربول. لا، وانا لا اقلل بمعنى من الفرق الاخرى، لكن الفرق الاخرى قادره تلعب معهم، تلعب كره مفتوحه، والسيتي يريد الكره المفتوحه، بمعنى ما لديه امكانيات. لكنه بدا عاجز امام ريال مدريد في مباراته الاخيره بدون اول مره ارى دييغو سيميوني يجلس على الدكه عاجز دون حراك. لاحظ، انا اتابع سيتي منذ فتره، لما تشاهد سيتي في البريمير ليج تشعر به كانه اسد يلعب، تشعر به اسد يلعب في الدوري الانجليزي، وهو قوي على جل الفرق، حتى اذا لم لا يفوز بالدوري كما فاز ليفربول في الموسم الماضي، لا اشكال، هذه بطوله في واحد لازم يفوز. لما تشعر سيتي في الشامبيونز ليج لا تشعر بنفس الثقه وبنفس نفس الحضور ونفس الكاريزما ونفس تشعر فريق عادي. هذا بسبب غياب الشخصيه الاوروبيه كما يقال. وهذا اللي اتكلم، العديد من الفرق وهذا غائب على سيتي، هذا سيكتسبه بالوقت، لانه صعب. لاحظ اليوم نتكلم عن ريال مدريد، ريال مدريد سيء صحيح، مع جل احباء مدريد يتكلموا عن مدريد هذا الموسم، يعني مع الغيابات، مع مشاكل في الدفاع، مع راموس الذي يلعب، فاران الذي يلعب في بعض الاحيان مع الفرق، يشجع الفرق الاخرى يسجل. لكن اليوم مدريد لما ياتي في المباريات الكبيره تشعر به كالاسد، وشاهدناه في مباراه في الديربي، شاهدناه في المباراه الاخيره مع جلادباخ، وهذا ما يميز الفرق الكبرى امام الفرق التي حديثا هي كبيره لكن قادمه معناها حديثا معناها من صنف الى صنف الفرق الكبرى، فيحتاج الى بعض الوقت، مع انه سيتي لديه الامكانيات للقيام لحظات وتبدا مراسم سحب القرعه. نتحول بكم مونشن جلادباخ في المباراه الاولى سيستقبل مانشستر سيتي، لاتسيو سيستقبل بايرن ميونخ، تشيلسي سيحل ضيفا على اتلتيكو مدريد، لايبزيتش سيواجه ليفربول، بورتو سيواجه اليوفي، برشلونه سيواجه باريس سان جيرمان في قمه هذه المباريات، اشبيليا سيستقبل دورتموند، وريال مدريد سيحل ضيفا على اتلانتا. برشلونة باريس سان جيرمان تبدو المواجهة الأقوى التي أسفرت عنها هذه